السلام عليكم. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوا الفيديو. النهارده هعمل 7 اعمال يدويه من اعاده تدوير الازاز البلاستيك لفوانيس رمضان. هحول الازاز البلاستيك لفوانيس رمضان بكل ازازه شكل مختلف عن التانية. كل ازازه هنعملها فانوس لرمضان بشكل مختلف تماما عن التاني. تعالوا نبدا بقى باول فكره واول فانوس رمضان. من اول ازازه هنشيل طبعا الاستيكر اللي عليها بتاع البيبسي. وهنا بقى انا بقى بعمل ثقب صغير كده او خرم صغير في الازازه من تحت، وبعد كده ببتدي اقص الخرم دوت بالمقص واطلع بيه لفوق زي ما انتم شايفين كده. بس بعمل الثقب الاول بالسكينه. طبعا لو عندك قطر هيبقى احسن، او المقص لو عندك تعرفي تعملي بيه الثقب دوت او الخرم دوت هيبقى احسن. بعد ما عملته بالشكل دوت هبتدي اتني تنيات للبلاستيك بالشكل ده من النص، واجي اتنيه بالشكل ده. هقص الجزء دوت وهعمله فكرة برضو في الفانوس. هنستغل كل قطعة في الإزازة. والأول إعادة تدوير إزازة البلاستيك هستخدم اللزق اللي بيلمع ده لتزيين الإزازة الأولانية، ودي هتبقى أسهل وأبسط فكرة أو إعادة تدوير الإزازة، وسهلة جدا وبسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. لسه شكل مخلصتي. انا هاخد الجزء اللي انا قصيته من الازازه قلت لكم من فوق عند الغطا، وده اللي هعمله للجزء بتاع الازازه من فوق اكنها هي دي الايد بتاعه الفانوس من فوق. خلاص كده اتحولت خلاص لفانوس، مبقاش شكله خالص ازازه. زي ما انتوا شايفين كده زينته بالشكل ده، وده الشكل بتاعه في النهايه. سهل وبسيط، وما استخدمناش الا بكرة لزق بتلمع وازازه بلاستيك قديمه. بس كده، ده اول فانوس معانا. وتعالوا بقى نشوف الفانوس اللي بعد كده. وتاني في اعادة تدوير لازازة بيبسي البلاستيك. زي ما انتم شايفين كده هشيل الستيكر اللي عليها وهبتدي اقص الجزء اللي فوق. برضو هنفتح ثقب صغير كده ونقص منه بالمقص الازازة داير ما يدور كده. الجزء اللي انا بقصه من الازازة من فوق ده هعمله ايد للفانوس. طبعا هغلفه مع الفانوس، هنشوف ازاي. هاخد بقى قطعة الكرتون اللي عندي هقصها مربع كده صغير للفانوس من تحت. اي كرتون عندك ده حاجة مهمة جدا، اوعي ترميه، اوعي ترمي حاجة من الكراتين. اي حاجة تجيبيها في كرتونة خلي الكرتونة عندك لاي اعادة تدوير. هتستخدمي الكرتون مفيد جدا في اعادة تدوير اي حاجة بتدخل فيها كرتون، مفيد جدا. يعني الكرتون عندك في البيت كنز، ليه كذا اعادة تدوير للاعمال اليدوية، وافكاره حلوة كمان قوي. زي ما انتم شايفين كده انا عملت الجزء اللي تحت وزينته بالورق بتاع الخيامية، وعملت هلال من جوه كده حطيته جوه الفانوس من جوه كده، وعملت شرايط لفتها على الفانوس زي ما انتم شايفين برضو كده. والايد اللي انا قلت لكم عليها بتاعه الازازه عملت عليها برضو الورق الخياميه. وده المنظر الاخير للازازه البلاستيك الصغيره. بص الشكل جميل ازاي، وده كله من الكرتون وورق الخياميه اللي بيلزق. والايد عملتها من ازازه بلاستيك برضو بتاعه البيبسي. ده شكله في النهايه سهل وبسيط، واي حد يقدر يعمله. العمدان الكرتون دي لفيت برضو عليها الورق الخيامية اللي انا لزقتها على الازازة من بره. وتالت اعادة تدوير من ازازة البيبسي البلاستيك، هنيجي بقى ناخد ازازة البيبسي المريندا
وهنعمل لها اعادة تدوير. لونها المختلف هيخليها شكلها مختلف عن الافكار التانية كمان. وكمان لو حطينا لها اضاءة من جوه اللون كمان هيبقى مختلف كمان، والاضاءة هتبقى مختلفة بسبب لون الازازة من بره. زي ما انتم شايفين كده هقصقصها. طبعا زي ما انا قلت بنعمل خرم الاول وبعد كده ببتدي اقص بالمقص عشان الحكايه تبقى سهله معايا. زي ما انتم شايفين كده بعمل الثقب الصغير كده وببتدي اطلع بالمقص لفوق. بعمل بطلع كده وبعد كده ببتدي الف واخده برضو وانزل بيه عشان هرقص كقطعه. الطريقه اللي انت شايفاها اسهل ليكي استخدميها. لو عندك قطر وحاسه اللي هيبقى سهل معاكي طبعا هتستخدميه يبقى احسن معاكي. لكن بالمقص زي ما انا بعمل كده بصراحه سهل برضو وابسط، وعشان ما نتعورش يعني مش نعمل فكره ونتعور. انتي بس بتعملي ثقب خفيف كده صغير وبعد كده اهو بتاخديه وتطلعي بيه وتنزلي تاني تلفي وتنزلي بيه عشان تعملي فتحه زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هتني برضو التانيات الاجزاء اللي انا سبتها، هيبقى 4 اجزاء سايباهم بالشكل ده. وهستخدم هنا ورق الخيامية في تغليف الازازة البلاستيك اللي بحولها لفانوس. وهنا هجيب الشمعة اللي بتنور دي وهدخلها جواها. طبعا الفتحات اوسع فهتنفع تدخل جواها وتبقى بالشكل ده. الايد الفانوس عملتها برضو من الازازة البلاستيك. الاجزاء اللي انا طلعتها شرايط من البلاستيك بتاع الازازة برضو غلفتها بالورق الخيامية وعملتها ايد الفانوس من فوق، لزقتها من فوق بالشكل ده. بس كده. ودي كانت اتاية اعادة تدوير للازازة البلاستيك لفانوس رمضان. تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده برضو من الازازة البلاستيك. الفكرة الرابعة لفانوس رمضان من ازازة البيبسي البلاستيك. زي ما انتم شايفين كده طبعا هنشيل الستيكر اللي عليه ونبتدي بقى نقص. الجزء اللي انتم شايفينه من فوق ده هنشيله خالص. وهشيل الجزء برضو اللي تحت من الازازة من تحت. يبقى بس اللي هيفضل لنا الجزء الوسطي اللي في الازازة. شلنا الكعب بتاع الازازة وشلنا الجزء اللي فوق من الازازة. هو ده الجزء اللي احنا عايزينه. وزي ما انتم شايفين عملت قطعتين كرتون قد بعض وبعد كده خدت واحده منهم وعملت منها اصغر شويه فاصغر اكتر وبعد كده هزينها بالفوم الجليتر زي ما انتم شايفين كده. وده الفكره الرابعه للفانوس رمضان من ازاز بيبسي بلاستيك بالشكل دوت. المره دي عملتها بالفوم بالشكل ده وعملت عليها هلالات زي ما انتم شايفين، هلال هلال ورا هلال على الازازه ذات نفسها بالشكل دوت. طريقه سهله وبسيطه. وخامس اعادة تدوير لازازة البيبسي هتبقى من ازازة شويبس. هبتدي اقصها الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت بالشكل ده. تعالوا نشوف ازاي. اهم حاجة وانت بتقصي او بتعملي الثقب في الازازة تخلي بالك عشان ما تعوريش وانت بتستخدمي الحاجة. يبقى كل حاجة بتستخدميها بحذر والقص يكون برضو بحذر. عشان كده بقول استخدموا المقص احسن من السكينة او القطر. خدت الكرتون وزينته زي ما انتم شايفين بورق الخيامية بالشكل ده. عملت اشكال
مختلفة في الاحجام من الكرتون، كل مربع مختلف في حجمه غير التاني زي ما انتم شايفين، وحطهم فوق بعض بالشكل ده. والهلال هدخله من جوه واحط معاه اضاءة برضو، هلزقهم بالشمع بالشكل ده. وده شكل الفانوس بعد ما خلص، وعملت له الايد برضو من الكرتون زي ما انتم شايفين كده. وسادس فكرة هي اعادة تدوير ازازة الدواء لفانوس رمضان. زي ما انتم شايفين كده، شلت الاستيكر اللي عليها وغسلتها من جوه، وهبتدي اعمل بقى الفكرة بالكرتون. وهغلف الكرتون بورق الالومنيا زي ما انتم شايفين كده، عملتها مدورة، وهعمل احجام مختلفة من الكرتون المدور زي ما انتم شايفين كده. عملته بالشكل ده، وكمان زينته ولفيته بورق الالومنيا، وهعمل خرز كده صغير بورق الالومنيا زي ما انتم شايفين كده. هبرم ورق الالومنيا بالشكل ده كأنه خرز صغير فضي. هعمل احجام مختلفة صغير وكبير عشان يديني شكل مختلف مع بعضه كده لما احطه على الازازة. وعملت شرايط بورق الالومنيا زي ما انتم شايفين كده برضو عشان هاخدها ازين بيها الازازة. وهستخدم مسدس الشمع في لزقهم على الازازة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي كده. خلصت اللي انا محتاجاه. الخرز اللي انا هحطه، بدل ما اجيب خرز احطه، لا، عملت بورق الالومنيا الخرز، والاحجام المختلفة من الورق الالومنيا والكرتون، وشرايط ألمونيا زي ما انتم شايفين كده برضو. وهبتدي بقى اجمع الحاجات دي والزقها على الازازة. وده شكلها في النهاية فانوس رمضان من ازازة الدواء، اعادة تدوير ازازة الدواء زي ما انتم شايفين كده. ودوت اول فانوس عملته معاكم النهاردة، وده تاني فانوس، وده الفانوس اللي بعده، وكمان الفانوس ده اللي جواه هلال، والفانوس ده كمان اللي جواه الشمعة اللي بتنور. وقبل كده انا كنت عملت معاكم الفانوس اللي بالازازة المية المعدنية زي ما انتم شايفين كده. جواه هلال وجواه ورق الألمونيا عاملاه كخرز مع الخرز اصلا. وبيعمل شكل من جوه وبيروح ويجي كده في الفانوس. وعملت خرز من فوق كده في الورق الألمونيا زي ما انتم شايفين كده، ومن تحت برضو زينته من ورق الألمونيا. وده كان من ازازة مية، عملته في فيديو منفصل قبل كده. دي كلها افكار من ازايز المية، او من ازايز البيبسي، او من ازايز الشويبس، او من ازايز الدواء، لفوانيس رمضان بالاشكال المختلفة ديت. يا رب الافكار تكون عجبتكم وسهلة وبسيطة، وتقدروا تنفذوها اذا كان بقى هتزينوها بورق الفوم الجليتر، ولا ورق الخيامية، ولا الستيكر اللي بيلمع، ولا هتعملوها بورق الالمونيا بالاشكال ديت، تغلفوه بالشكل دوت.
بس كده اشكال مختلفة وزينة مختلفة لكل فانوس فيهم بشكل مختلف عن التاني. زي ما انتوا شايفين كده الافكار سهله وبسيطه وغير مكلفه تماما، زي ما انتوا متعودين كل حاجه باعاده تدوير، واعمليها بنفسك وزيني بيدك بايدك. انت بايدك كده اي حاجه عندك هترميها، قبل ما ترميها فكري هترميها ليه وتنفع تعملي اعاده تدوير ولا لا. بس كل حاجه وليها اعاده تدوير وليها شكل جديد هتقدري تعمليها وتطلعيها بشكل مختلف. وكمان غير الشكل المختلف وغير الشكل الحلو، لا انت كمان ممكن تستخدميها زي ما شفنا في القناة. في حاجات كتير كانت ممكن تترمي وما تستخدمش خالص، عملنا لها اعادة تدوير واستخدمناها واستفدنا منها. فزي ما انتم شايفين طلعنا اشكال حلوة من الفوانيس، وكمان نقدر نعمل اشكال كمان من حاجات هتترمي لاشكال تستخدم وحاجات تستخدم للبيت. فمفيش حاجة ترميها قبل ما تفكري هتستخدميها ازاي لو سبتيها. بس كده زي ما انتم شايفين ده نهاية الفيديو. يا رب الفكرة تكون عجبتكم وسهلة وبسيطة وتقدروا تعملوها وتنفذوها وتقولوا لي في الكومنت اللي انتوا عملتوها. واشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة وإعادة تدوير جديدة بإذن الله. ويا ريت ما تنسونوش بالاشتراك في القناة ولايك لو الأفكار عجبتكم والقناة محتواها عجبكم. سلام.